سيدتي الجميلة، صديقي العزيز، وكلنا عارفين ان احنا في رباط الى يوم الدين. وده مش كلامنا يا حلوين، ده كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. مش الجندي بس اللي في رباط، كلنا في رباط. ستاتنا قبل رجالتنا في رباط، يعني كلنا في رباط، الستات قبل الرجالة. وكلنا عارفين ان الست ب100 راجل عندنا. واذا كانوا ما كانوش عارفين يشوفوا بورسعيد الستات عملت فيها ايه، واسماعيلية والسويس الستات عملوا فيها ايه. خدوا بالكوا، الستات هتضربكوا بالشباشب بابو وردة. عارفين ابو وردة ولا مش عارفينه؟ هتضربكوا بابو وردة. يا جماعة احنا كلنا على قلب رجل واحد. كل الشعب المصري في الازمة اللي احنا فيها دي على قلب رجل واحد. ومعدن الرجال ومعدن والاصل بيظهر في الشدايد، واحنا في شدة. كلنا عارفين ان احنا في شدة ومتحوطين. فمحدش يسمع كلام اصل الرغيف واصل البتاع والقصص دي. دول عايزين يوضرونا ويفرقونا. احنا ما بنتفرقش، الشعب المصري ما بيتفرقش من قديم الازل. خدوا بالكم الكلام يا ناس، ياهو اعملوا فيديوهات تلمنا. الناس المصريين الأصلة اعملوا فيديوهات تقول ان احنا في رباط الى يوم الدين، اللي هيجي علينا هنضربه بابو وردة وهنضربه بالبلغ وهنقرقشه كده، هنقرقشه وهناكله، هنقزقزه زي اللب. خدوا بالكم الكلام. لازم عشان الناس تهيبك لازم تكون على قلب رجل واحد، واحنا كلنا على قلب رجل واحد. سيبوكم القلة شوية البراس اللي هي شغالة، الجواسيس دول ساعة ما هتقوم الهوجة هناخدهم في السكة، هنقرقشهم في السكة. خدوا بالكم كلهم معروفين زي الشمس، اذا كانوا رجالة ولا نسوان. الجماعة اللي هم اللي براس معروفين زي الشمس. خدوا بالكم الجواسيس متنطورة حوالينا كتير، انما برضو المعدن المصري الاصيل بيظهر في الشدايد. واحنا في شدة وبنقول لكل الناس المصري في رباط الى يوم الدين. واحنا حاليا في رباط الى يوم الدين، والرباط هنفكه وان شاء الله رب العالمين هنديهم بيه. خدوا بالكم الكلام. شدوا من أزور الشعب والشباب الصغير الجميل. كل الشباب مشروع استشهاد في ده الوطن، مش استشهاد في ده حاجات اخرى اللي هم بيمثلوا بيها دي. الاستشهاد الوحيد اللي على حق ربنا اللي هو نظير الوطن والدين، والوطن من الدين. انك بتخاف على عرضك وعلى ارضك، ده دين، ده قيم، دي مبادئ علمها لنا قرآننا الكريم. خدوا بالكم الكلام، وربنا ان شاء الله معانا، ونحن لها وان شاء الله النصر لنا.